في إطار الحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة لا سيما مكافحة التهريب، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من حجز كمية معتبرة من السجائر والمفرقعات، بالإضافة إلى 3 سيارات وشاحنة. وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي مفادها محاولة تمرير شحنة من السجائر والمفرقعات على متن شاحنة. على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام ووضع خطة محكمة بوضع نقاط مراقبة لغلق جميع المنافذ التي من المحتمل أن يسلكها سائق الشاحنة المشبوهة. وبعد تمشيط التاريخ الولائي رقم 411 في شطره الرابط بين بلديتي الوادي والنخلة، تم رصد شاحنة تحمل نفس مواصفات للشاحنة المشبوهة. سائقها فور مشاهدته عناصر الدورية حاول الفرار سالكا أحد المسالك الترابية الواعرة. بعد تتبع أثر العجلات بدورية مترجلة تم العثور على الشاحنة نوع إيفيكو ذات الدفع السداسي متوقفة، وسائقها لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة وسط الظلام. بعد تفتيش الشاحنة عثر بصندوقها الخلفي على أزيد من 80,000 علبة سجائر، بالإضافة إلى 37,440 علبة مفرقعات. تكثيفا للتحريات تم التوصل إلى عناصر الشبكة، أحدهم مسبوق قضائيا تم توقيفه في قضية أخرى وهو حاليا متواجد بالمؤسسة العقابية. في نفس السياق تمكنت كل من الفرق الإقليمية للدرك الوطني بورماس، تغزوت وحاسي خليفة في 3 عمليات متفرقة من حجز أزيد من 35,000 علبة سجائر و3 مركبات. تم إنجاز ملفات قضائية للقضايا وإرسالها للجهات القضائية المختصة إقليميا.